البطاطا الحلوة الجميلة ديت انا عملتها في الكيس الحراري. انا غسلتها كويس قوي، وبعد كده قمت حطاها في الكيس الحراري وحطيت عليها 4 معالق سكر ومعلقتين قرفة كبار. تدي نكهة حلوة جدا، وهوريكم لما نفتح الكيس هيبقى عامل ازاي. احلى بطاطا معمولة في الكيس الحراري، وزي ما انتم شايفين كده الكراميل بتاعها ده يا جماعة، الكراميل اللي هو بالقرفة والسكر زي بتاعت بره بالظبط، وزي بتاعت العربيات، حاجة كده يعني وهم، وحاجة كده جميلة. طبعا انت ما بتحطيش مية في الصينية ولا بتحطي اي حاجة، انت كل اللي انت بتعمليه ان انت بتحطي البطاطا في الكيس الحراري وبتحطي السكر والقرفة، وبعد كده بتحطيها على درجة حرارة 180 وتسيبيها لحد ما تلاقيها ان هي الكراميل بتاعها بقى يغلي من تحت، وبتجسي بالسكينة بحرف السكينة وهي في الكيس الحراري. لو شكتيها كده ولقيتيها طرية خلاص هي كده استوت. اهم حاجة لما تيجي تحطي في الكيس الحراري البطاطا بتعملي خرم صغير من النص عشان خاطر التهوية. دي البطاطا الجميلة بتاعتنا المشوية اللي بالكراميل. طبعا هي مش بالكراميل، هي سكر مكرمل، والقرفة بتديها تيست كده تحفة. فياريت تجربوها وتكتبولي في التعليقات. وبألف هنا والشفا في الجو ده، عايزين بطاطا سخنة وحلوة. وبألف هنا والشفا.